المحروم الحقيقي هو الذي يجمع الأموال الكثيرة اللي تكفيه سنين طويلة، والله يبارك اللي فيها، لكنه لا يتلمس أحوال من حوله من المحتاجين. الموفق فعلا هو الذي يتلمس من حوله من المحتاجين ويزيل عنهم همومهم وغمومهم ويساعدهم. كم دعوة ستنطلق إلى السماء له وسيحفظه الله بسبب هذه الأشياء. بعض الناس مثل ما يقولون يما حباء ولا برك، يقول أنا ماني معطي إلا مبلغ مجزي أو ماني معطي. في ناس يحتاجون أقل القليل. فلا تستصغر أي مبلغ، ربما ريال عند الله أعظم من مليون. تكبره النية، والمليون يصغره الرياء والسمعة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. ويقول سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. والله يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، واستودعكم الله. بقول مثال عشان ما حد يستصغر المبلغ البسيط. واحد قبل يومين أنا أعرفه شخصيا، ما لقى يشتري حليب الأطفال من الصيدلية، قاعد يومه كله لين لقى آخر شيء. وهو قال لي طبعا هذا السالفة شكى حاله، وقال اضطريت اني ابيع بعض الاشياء عشان اشتري حليب لاطفالي واموره اليوميه. في ناس محتاجه. فابحثوا عن المحتاجين ولو باقل القليل. الحبيب عليه الصلاه والسلام يقول: من فرج عن المؤمن كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه.